السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد اليوم اللي غادي نوجد معكم البقولة اللي كتجي رائعة لذيذة بزاف. نتمنى لكم تجربوها بطريقة سهلة وكتجي أكثر من رائعة. غادي تعجبكم وتعجب إن شاء الله وليداتكم وغادي ياكلوها لكم. كما كتشوفوا هنا البقوله بعد ما غسلناها مزيان، كتغسل مزيان يعني عده مرات، حيت راه كتكون فيها التراب. واخا كتبان لكم هكا نقيه، ولكن راه كتغسلوها وتعاودوا تغسلوها تغسلوها حتى كتبان لكم نقي. حتى داك الماء اللي في البانيو كيبان لكم نقي، ما كيبقاش يبان فيه داك التحرتيت ديال التراب اولا الرمل، المهم ديال الوسخ عامه. كيتغسل مزيان صافي، كنقطروه كنخليوه حتى كينشف مزيان تماما، حتى كينشف عاد كنقطعوه. تقطعوا على شكل يدوي كيف كندير انايا، ما كنقطعوش صغير بزاف حيت اصلا راه كيذوب ملي كيطيب، راه كيذوب ما كيبقاش زعما باين. وكاين اللي كيديروا حتى في الهاشوار، حتى ديك الطريقه ديال الهاشوار حتى هي مزيانه. غير الهاشوار بان لي بحال كتقردو مزيان، كيجي رقيق بزاف. اللي باغي يكون رقيق بزاف انا كندير هذه الطريقه، كنقطعو غير هكاك بيديا وما كنقطعوش عليه بزاف كيجي رقيق بزاف صافي. وكما قلت لكم راه كيذوب يعني راه كيجي زبده في الطياب ديالو وكيجي زوين بزاف. هاد الطريقه هي المعتمده عندي، هي اللي صراحه كتصدق ليا كتجي فيها البقوله رائعه. وراه وقت البقوله هذه استغلوها فيما بانت لكم، خذوا منها ما حدها. وقت هذا راه صحيه بزاف سيرتو اللي عندهم فقر الدم، راها رائعه ديال بصح. يعني استغلوا هاد الوقيته اللي يعني بقوله تبارك الله راه موجوده، وحتى الثمن ديالها راه مناسب، يعني لا غلا على مسكين. صافي هنا كنبدا نقطع شويه بشويه، وداكشي اللي قطعته راه كنديرو في الكسكاس. راه حدايا الكسكاس موجده الماء في البرمه وكنفورو. انا هذه الطريقه اللي كنديرها كيبقاو فيه دوك الفوائد ديالها، وكيرجع الزبده كيرجع زوين. جرب ديك الطريقه نديرو كلشي في الكوكوط ونطيبو هكاك، ما كتعجبنيش نهائيا. هذه هي الطريقه اللي كتبقى فيها هذيك البنه، وكتبقى فيها هذيك كتحسي بالفوائد ديال البقوله باقا فيها. كما قلت لكم هنا كنقطع داكشي اللي قطعته راني كنديرو في الكسكاس، وكنكون موجده مقشره شي طوماط، وكنكون مقطعه واحد نص ديال الحامضه ودايرها هكاك دوارات على شكل دائري، كنحطهم حدايا يعني باش هكاك الخدمه كتسهل عليا. صافي بقى لي هاد شويه غادي نكملو. كما كتشوفوا التقطاع كيفاش كندير ليه، يعني راه سهل بزاف حتى للمبتدئات. يعني راه جربوا هاد الطريقه راه غتصدق معكم. كما كتشوفوا هنا درت داك الخير كله درتو في الكسكاس. واخا كتشوفوا كميه كثيره راه كيذوب، كيولي زبده كيذوب وكيولي قليل، الكميه كتقلال. انا كندير دوك الدورات ديال الحامض اللي قطعت، اللي كنخرجهم. انا دائما كنخرج الحامض عندي ديما في الفريغو، كنخرجو من الفريغو صافي. كنحيد منهم داك العظم باش ما ينزلش ليا في ديك البقوله ملي طيب. صافي هنا كندير دروس ديال الثومه، ديروا الكميه اللي بغيتو، غير حضيو على حسب الطونسيون، الامراض ديال الطونسيون. هنا درت الكميه ديال الملح اللي قليله بزاف على حسب كما قلت لكم الكميه راه غادي تنزل. صافي هنا بعد ما تفورت ليا مزيان انا ما كتشدش ليا الكميه تفوار بزاف، راه دغيا كتفور ما كتعطلش في التفوار. صافي كيولي زبده. صافي كنحيد دوك الدوائر ديال الحامض. هنا راه مع باقي سخون. صافي كنحيد حتى داك الثومات راهم حتى هما كيجيو رطبين زبده يعني مفور طيب.
كنحيدهم باش نحكهم. هنا صافي كلشي غادي نديرو في واحد الطنجره. صافي هنا كنخبي كلشي في الطنجره اولا المقله، المهم شي حاجه اللي ديروها فوق البوطه. راه ملي غتحطوها فوق البوطه راه 3 دقائق ما كاملاش، غير غيتشرب ديك العطريه دغيا دغيا غتحيدوها. ما تديش تشد الوقت بزاف، ما تخليوش يتعطل. صافي العطريه اللي كندير انا كندير فقط الابزار. هذا هي العطريه اللي كندير المعتمده عندي في البقوله. كندير فقط الابزار وكندير الخرقوم البلدي اللي طبيعي اللي مطحون على عينيه. صافي وزيت الزيتون ديروا الكميه اللي بغيتو، شحال ما درتوها اصلا. في الاخر غادي تضيفوا زيت الزيتون ملي غتحيدوها من ديك الطنجره. انا ديك الثومه اللي حتى درتها تفور حتى انا بديت كنحك فيها. راه ساهله ملي بغيت نحكها يعني راه ساهله الطريقه مع رطبه. ما غاديش نضيفوا الملح حيت الملح ضفتو في الاول، يعني ما غاديش نعاود نضيف الملحه. هنا راه غادي نجيب الربيع. وهنا الزيتون، هاد الزيتون راه انا مقاداه في الدار، يعني الزيتون منزلي. صافي كنخلط كلشي مزيان. هنا نسيت ما درتش الربيع وغادي نجيبو مازال من الثلاجه وغادي نضيف الربيع. هنا مخلط ما بين القزبور والمعدنوس. صافي هنا كما قلت لكم 3 دقائق راه ما كاملاش فوق البوطه. كيوجد معنا داك البقوله اللي كتجي اكثر من رائعه. نتمنىكم تجربوها، راه صحيه بزاف بزاف. هذا البرد بعد ما كطيب نضيفوا عليها زيت الزيتون من الفوق كذلك. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الاشتراك والضغط على جيم عفوا. وخليتكم على خير والى اللقاء.